سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير وتكونوا في افضل الاحوال يا ربي، وعواشركم مباركه بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله براحه البال وطولة العمر، والله يبعد علينا اي حاجه خايبه يا ربي، واخا ما بقى ما يعجب. المهم البنات، اليوم ندوز مع فيديو جديد على القناه. غنصايب معكم شباكيتي المعتمده، ولكن هذه المره بطريقه جديده وبتشباك البنات اللي ساهل. واخا ما تكونيش عمرك ما درتي شباكيه، ان شاء الله هذا العام غديريها. اللهم ديروها في الدار ولا تمشيو تشريوها، يعني كتبقى شويه ارخص. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وكيف ما العاده ما تنساوناش البنات من لايكاتكم، اشتراكاتكم، تعليقكم والبارطاج البنات، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. دونك البنات على بركه الله، الكل بقياس العنبه. غنحتاج لواحد كاس زيت، نص بلديه ونص روميه، يمكن لكم ديروا غير الروميه بوحديتها، كاس ديال الزبده، كاس ديال الزنجلان هنا ديجا محمر وشديتو طحنتو، كاس ديال اللوز اللي بقشرتو حتى هو مطحون. هنا عندي واحد معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلوى، عندي معلقه كبيره ديال النافع حتى هو صهدتو شويه وطحنتو، ومعلقه كبيره ديال القرفه. وما تنساوش البنات واحد قبيصه ديال الملحه ضروريه. دونك البنات الكل في الخلاط الكهربائي غنديروا داك نص كاس ديال الزيت البلديه والروميه، كما قلت لكم يمكن لكم تكتفيو غير بالروميه. هنا درت زبده حيوانيه، كاس حتى هو ديال الزبده اللي يكون دايبه. يمكن لكم ديروا الزبده عاديه وتبقاو تحيدوا لها داك الحليب حتى تولي حمراء. المهم كنديروا كاس ديال الزنجلان اللي طحناه، كاس ديال اللوز حتى هو كنديروا، يعني الكل البنات. الخميره، القرفه، النافع، والبنات اللي بغيتو تضيفوا الكوزه ضيفوها، المسكه الحره حتى هي ضيفوها، وكنضيفوا واحد شويه ديال الملحه، وغنطحنوا البنات الكل هكا مزيان. طريقه سهله، ماشي بحال الطريقه اللي كنت كندير قبل. هاد الطريقه جاتني انا سهله ودغيا. دونك البنات غنخلي الكل يتعلك ليه مزيان ويطحن، ونعاودو نتلاقاو. دونك البنات هنا عندي 1 كيلو ديال الطحين اللي مغربل، وهذاك الخليط اللي درنا في الاول هو هذا. حصلنا على هذا الشكل هكا كنضيفوه لهذاك الطحين. فريمون كتجي هاد الطريقه سهله وما كتاخذ ليناش الوقت اللي بزاف. صافي البنات كنخوي الخليط كامل. ومن بعد البنات كنبقى نخلط الكل مزيان حتى كيندمجوا لينا هذوك العناصر كاملين على هذا الشكل هكا، حتى كنحس بداك الطحين تلبس بهذاك الخليط. هاد الطريقه البنات راه سهله بزاف كما قلت لكم، وما كتاخذ ليناش وقت اللي طويل، وفريمون النتيجه كتكون زوينه بزاف. دونك البنات كنبقى ندلك على هذا الشكل هكا حتى كما قلت لكم الخليط الطحين كيتسدم لينا وكيتشرب لينا هذوك العناصر، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. دونك البنات من بعد كنضيف واحد معلقه كبيره ديال الخل، اولا تكتفيو غير بمعلقه صغيره ديال الخل. كنضيف هنايا هذيك دويمه ديال الزعفران، اللي عندكم الزعفران الحر ديروه. كنديرو في واحد نص كاس ديال الماء وكنخليوه يذوب على خاطرو. انا هنا كنت مزروبه دغيا فرتتو. صافي وكنضيفوا لهاد الخليط هذا كيعطينا اللون. من الاحسن البنات تصفيوه، انا نسيت ما صفيتها، جيت وحطيته غير هكاك، بقاو هكاك الطريفات ديال الزعفران ولكن راه ما باينينش. دونك البنات كنخلطوا الكل. وصافي البنات هنا كنضيفوا ما الزهر، كنبقاو نجمعوا بما الزهر، كنضيفوا شويه بشويه.
حتى كنحصلوا على العجينه اللي كتكون قاصحه. حاولوا البنات تحصلوا على عجينه قاصحه، الا حصلتوا عليها رطبه في الاول عرفوا بانها ما غتصدق لكم الشباكيه وغتعذبكم بزاف. اللهم تكون قاصحه، حيت هي فيها الزبده من بعد راه غتطلق بوحديتها. دونك ما كنضيفوش من الزهر دفعه واحده، كنضيفو غير شويه بشويه. انا فريمون هنا تعذبت، ما عندي القصريه صغيره، كل مره كطيح لي العجينه من جهه. دونك البنات بعد ما جمعت العجينه ديالتي كما كتشوفوها البنات راه قاصحه، كنبقى ندلك هكا شويه بشويه. ما تخافوش البنات، الا حصلتوا عليها قاصحه راه غتحصلوا على واحد النتيجه اللي زوينه. كما قلت لكم راه غتعاود تطلق لينا بوحديتها، غنخليوها ترتاح ومع فيها الزبده. ما تخافوش. دونك غنبقى ندلك شويه بشويه ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. دونك البنات بعد ما دلكتها غندوز هنا لسطح العمل. من الاحسن نخدم على سطح العمل، فوق سطح العمل زعما. صافي البنات، هنا غنبدا نقطع القطع على هاد الشكل هكا. دونك البنات غناخد القطعه الاولى والقطع الاخرين راه درتهم في القصريه وغطيتهم بلاستيك. ضروري ما تغطيوهم البنات باش ما تنشفش ليكم. صافي كنبداو نورقوا على هاد الشكل هكا، يعني الشكل اللي مولفين كنديروه. كنديروا الطويه الاولى والطويه الثانيه، ومن بعد عاوتاني كنعاود نطلق وكندير نفس الطويه. هنا التوراق ضروري البنات باش كتحصلوا على واحد النتيجه اللي مزيانه. وكنديروها في واحد البلاستيك وكنخليوها على جنب، اولا ديروهم في الثلاجه. تبغيو تخدموهم حتى الغدا خدموهم، حيت ما فيهاش تخميره ما عندكم مناش تخافوا. بغيتو تخدموهم هذيك الوقيته كيبقى لكم الاختيار. دونك البنات غنبقى مكمله على هكا، على هاد الطريقه هكا حتى كنسالي القطع اللي عندي كاملين ونعاودو نتلاقاو. دونك البنات بعد ما كملت كناخذ القطعه الاولى اللي خدمت وكنقطعها على ثلاثه. كما قلت لكم انا غنستعمل غير المدلك. بالحق الا استعملتوا المدلك خصكم تورقوا رقيق، يعني نحصلوا عليها رقيقه. الا عندكم هذيك الاله ديال التوراق من الاحسن. ما كتاخذ واحد الوقت اللي بزاف وكتكون نتيجه اللي مزيانه. انا غنستعمل غير المدلك، غنحاول نطلقها البنات رقيقه حيت ما كتعجبنيش انا شباكيه تجيني غليظه. دونك غنبقى معاها بشويه بشويه حتى نحصل على النتيجه اللي بغيت. دونك كما العاده غنحيدو دوك الجوانب نقادوهم مزيان على هاد الشكل هكا وصافي. بالنسبه للتشبيكه راه ساهله، كنديروا 5 ديال التقطيعات والسادسه كنقطعوا. الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه والسادسه كنقطعوا. نعاود معكم: الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه والسادسه كنقطعوها. يعني طريقه البنات اللي سهله وتتشبيك اللي ساهل. كما كتشوفوا البنات كنحصلوا على هذا الشكل هكا. كنديروا جوج على جوج، كنديروا جوج الاولى على جوج الثانيه على جوج الثالثين، وكنشدوا دوك الطريفات كنلصقوهم مزيان مع بعضياتهم. نحاولوا نردوا البال نلصقوهم هكا مزيان باش ما يتحلوش لينا وصافي. وكنحطوها فوق سطح العمل وكنقادو الشباكيه ديالنا. طريقه اللي سهله البنات، ما صعيباش. وكنقادو حتى الجوانب كما كتشوفوا كتجي صغيره وزوينه والاهم بانها رقيقه. دونك كما كتشوفوا جوج الوالا هذوك الشريطات كما كتشوفوا نحطوهم على الثانيين على هذا الشكل هكا، ونحطوا هذوك الوالا اللي درنا على اللي بقاو لينا.
وصافي. ودوك الجنيبات البنات كنشدوهم نلصقوهم مزيان باش ما تحالش لينا الشباكيه، وكنقادو تشبيكه مزيان. يعني كما قلت لكم تشبيكه اللي سهله وما كتاخذ ليناش الوقت اللي بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في لي كومونتير. دونك البنات غنبقى نكمل على هاد الطريقه وعلى هاد التشباك هذا، ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه لي البنات انا راه كنبيت شباكيه من الاحسن بيتوها ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه، بيتوها حتى الغد ليه وقليوها باش ما تحل لكمش نهائيا في القلي، ولكن غطيوها البنات ما تنساوش. صافي البنات هنا كنسخن الزيت ديالي، ومن بعد كنرميو شباكيه اللي بيتناها البنات كما قلت لكم. غطيوها ما تخليوهاش هكاك عريانه باش ما تنشفش ليكم تجيكم قاصحه. صافي كنبداو نقليو، كندير الكميه اللي بغيت وكنبدا نقلي وصافي. ها انا ساليت. ان البنات ما كتاخذش وقت لي بزاف، راه نهار فيه التشباك ونهار فيه القلي، ولا كان العوين راه مزيان. دونك البنات بعد ما ساليت هنا درتها في واحد البواطه، فرشت لها بابي الومنيوم ولا الورق ديال المطبخ، ماشي ورق ديال المطبخ يعني بلاستيك ديال المطبخ. وصافي درت له هنا الزنجلان، فريمون كتجي زوينه زوينه بزاف، عرفتي جات هشيجه البنات والله ما نعاود لكم الا جات رائعه، فريمون جات غزاله لذيذه بزاف، والاهم بانها رقيقه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وكيف ما العاده ما تنساوناش من لايكاتكم اشتراكاتكم تعليقكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليتكم على خير.